العلاقة بين الزوجين دول غريبة جدا. هي بتعمل اللي هي عايزاه وبتمشي مع رجالة غيره وهو عارف ومستسلم لده تماما. بس هل بقى الزوجة دي بتخونه عشان هو سايكو، ولا الزوج ده بقى سايكو بسبب خيانات مراته المستمرة؟ ده اللي هنشوف في الفيلم، وبقولوا لي رأيكم في نهاية الملخص مين فيهم السبب في جرائم التاني. الفيلم بيبدأ مع فيك ومراته ميليندا، واللي بيكونوا بيجهزوا عشان رايحين لحفلة عند أصدقائهم، وبيسيبوا الطفلة بتاعتهم تريسكي مع جالسة الأطفال. وأثناء ما بيجهزوا بتنده ميليندا على فيك وبتسأله عن رأيه في الفستان بتاعها، وبيبان إنه مش مهتم قوي بس بيحاول يبين العكس. وبيختار فيك معاها فستانها وبتطلب منه إنه يلبسها الشوز بتاعتها، وفعلا بيعمل كده. وبتبقى ميليندا جميلة جدا وبتهتم إنها تبين نفسها مثيرة وتلفت الأنظار. وفي الحفلة بيشوف فيك مراته ميليندا وهي بتسلم على شاب وبتحضنه بطريقة مريبة، وبنعرف إن الشاب ده اسمه جول وبيكون ساكن جديد في المدينة بتاعتهم. وبيفضل فيك يراقب مراته وهي بترقص مع جول بطريقة مريبة لحد ما بيروحوا مكان بعيد وبيقربوا من بعض. وبيبان ان فيك مش مصدوم قوي زي ما يكون متعود على كده. وبعدها بتجيله صديقته اللي هي صاحبة البيت وصاحبة الحفلة، وبتقعد معاه وبتقول له ان علاقة مراته بجول اكتر من علاقة صداقة بريئة، وان هي وباقي اصدقائهم قلقانين عليه لان مش عايزينه يكون مغفل. فهو بيأكد لها ان علاقة مراته وجول علاقة صداقة عادية وان هو مش قلقان، فهم ما يهدوش نفسهم. وبعدها بيجي جوزها وبيقاطعهم وبيقول لفيك ان ميليندا سكرانة وبترقص فوق البيانو بتاعه. فبيروح لها فيك بسرعة، لكن بيفضل واقف كده يتفرج عليها بكل برود وهي بتعزف وبتغني وبتلفت كل الانظار اليها. وبعدها بيخرج فيك للبار، وقبل ما يشرب بيلاقي جول بيطلب مشروب معاه، وبيبقى جول سكران شويه وعشان كده مش فاهم قوي الكلام بيقوله، لدرجه انه بيقول لفيك انه بيشكره انه عرفه على مراته وانه ما عندوش مشكله في علاقته مع مراته. فبيقول له فيك تمام، بس انت سمعت عن مارتن اللي في المدينه؟ فبيقول له جول انا اعرفه، ده شخص مفقود من مده والشرطه بتدور عليه. وفجاه بتتغير ملامح فيك اللي بيقول له انه كان صديق مراته برضه. فبيقلق جول وبيحس ان فيك بيهدده، وبيكمل فيك ان هو اللي قتل مارتن صديق مراته. فجول بيقول له ان هو مش مصدقه، ففيك بكل برود بيقول له عادي ما تصدقنيش، لكن بيبقى واضح ان جول صدقه واترعب. وطبعا بسبب ده جول بيخاف وبيمشي على طول من الحفله، وميليندا بتودعه وهي مستغربه اللي حصل، وبتحس ان فيك جوزها هو السبب. وبتتخانق ميليندا مع فيك بعد كده في العربيه، وبتساله هو قال ايه لجول خلاه يخاف ويمشي بسرعه كده، بس فيك بينكر انه قال لجول اي حاجه. فبتقول له ميليندا انه شخص ممل جدا، وبيبان ان فيك شخص هادي جدا وبيستحمل ميليندا لانه بيحبها. وفي البيت بيقف فيك مع جالسة الاطفال عشان يحاسبها، وفجأة بيشوف ميليندا واقفة بتعمل قهوة وبتكون درانك شوية ومش في وعيها، وبتخلع ملابسها في المطبخ قدام الجليسة. فبيزعق لها فيك وبيقول لها تدخل جوه لانها ما ينفعش تعمل كده قدام جالسة الاطفال بتاعتهم اللي بتكون مكسوفة جدا من الوضع ده. وبتتضايق ميليندا من جوزها بسبب انه مقفل يعني على رأيها، لكنه بيدخل لها وبيقول لها انه المرة الجاية المفروض تختار راجل اذكى من جول، لا يا شيخ. فبتبتسم له ميليندا وبتقول له هو بيحبها عشان هي ذكيه. فبيقول لها فيك دي واحده من الاسباب. فبتقول له انها مش بتحس بكده، وانها بتحب تكون مع جول لانها بتكون على طبيعتها اكتر معاه ومش بيحسسها انها اقل منه. وبعدها بكل برود بتقول له يخرج ويقفل الباب وراه. وبينزل فيك القبو بتاعه، بيبان انه بيحب الحلزونات جدا لدرجه انه مربيها في صناديق زي الحيوان الاليف كده، وبيهتم بيهم جدا. وبيكون فيك هو المسؤول عن كل حاجه في البيت، لدرجه ان هو اللي بيحضر الاكل، بيغسل المواعين، بيودي بنته الدروس والمدرسه وبيذاكر لها. وبيوصل فيك بنته للمدرسه بتاعتها، واثناء ما هو خارج بيقابل واحده من اصدقائه، فبتساله عن جريمه القتل اللي عملها من غير ما يقول لها. فبيسالها فيك عن الشخص اللي قال لها كده، فبتقول له ان جول قال للمدينه كلها ان فيك قتل صديق مراته، بس يعني الناس بتاخد الموضوع بضحك. وبعدها بيروح يقعد فيك مع اصدقائه عشان يشرب معاهم قهوه، وبيكونوا عارفين اللي حصل مع جول، وبيقولوا له انه لازم يسيطر على مراته شويه لانها بتتباهى بعلاقاتها الكتير وبتتعمد تهينه قدام الناس كلها. وبيفضل فيك ياكد لهم ان دول اصحابها بس ومفيش اي حاجه ما بينهم، لكن هو بيبقى عارف ان في حاجه ما بينهم. وبعدها بيرجع فيك بيته وبيلاقي ميليندا بتعيط على مارتن صديقها المفقود، وبتبقى متضايقه منه انه اتكلم عن صديقها مارتن المفقود وقال ان هو اللي قتله. وبتقول ان مارتن وحشها جدا وان هي مش مصدقه ان هو اتكلم عنه بالشكل ده. وبتفضل تزعق مع فيك على تهديده لجول، فبيعتذر لها فيك وبيقول لها انه كان بيهزر وما يعرفش ان جول هيصدقه. فبتقول له انه لازم كمان يعتذر لصديقها جول، وبتقول انها عزمته على العشاء يوم الجمعه عشان هيسافر السبت وهيسيب المدينه خالص. وبالرغم من ان فيك بتصدم من مراته وانها بكل بجاحه عازمه عشائها عندهم في البيت، الا انه مش بيقول اي حاجه. وبيجي يوم الجمعه وبيفتح فيك لجول الباب اللي بيبان انه مرعوب منه شويه ومتوتر منه. فبيساله هي ميليندا فين؟ فبيقول له فيك انها مش موجوده وانهم هيقعدوا مع بعض شويه. وبيترعب جول وما بيرضاش يدخل البيت، فبيبص له فيك وبيضحك وبيقول له انه بس كان بيهزر معاه، وبيخليه يدخل البيت. وبيبقى فيك هو اللي طابخ الاكل واللي بيبقى سمك. فبيقول له جول انه عنده حساسيه من كل انواع السمك، وبيعمل فيك نفسه مصدوم
اللحوم، وبيبان انه كان عارف ان هو عنده حساسيه من السمك وعشان كده هو طبخه. وبيقعد الثلاث اشخاص على العشاء عادي جدا، وبتقعد معاهم كمان بنتهم تريسكي، وبتسال باباها عن جول، فبيقول لها انه صديق مامتها زي مارتن كده. وبيبان ان الطفله دي فاهمه ان مامتها على علاقه بالشخص ده، وبتفضل تبص لجول وهي متضايقه منه. وعلى السفره بتكلم جول عن شغله الجديد في مدينه نيو مكسيكو، وبتقول له ماليندا انهم ممكن يبقوا يزوروه قريب لانها نفسها تزور المدينه دي. فبيقول لها جول انه البيت ممكن ما يكفهمش. فبيقول له فيك وهو بيجز على اسنانه كده ومش طايقه انهم اكيد هيقعدوا في فندق، يعني مش هيقعدوا عنده. فبتبقى ماليندا بتحاول طول الوقت انها تضايق فيك بكلام سخيف ومستفز، وبيبان انها عايزه تعصبه وهو بارد جدا. وبتكمل ماليندا استفزازها ليه وبتقول له انه انسان مش طبيعي على فيك يعني. فبيقول لها فيك انه لو كان انسان طبيعي ما كانش زمان جول صاحبها قاعد معاهم دلوقتي على العشاء في بيته. فبتقول ماليندا لبنتهم تريسكي انها تروح اوضتها لان ده وقت النوم، وان باباها هيحكي لها قصه، وبيبان انها بتوزعهم. وبيقعد فيك مع بنته لحد ما بتنام فعلا وبيحكي لها قصه، وبعدها بينزل وبيشوف مراته وهي بترقص مع جول بشكل مبتذل. فبيدخل المطبخ وبيتعمد ان هو يكسر طبق عشان يعمل اصوات يعني يضايقهم بيها. وفعلا بتطلع له ماليندا وبتقول له انه ممكن يغسل المواعين بكره او ممكن هي تغسلهم. فبيقول لها لا بقى انا هغسلهم دلوقتي. فبتدخل له ماليندا المطبخ وبتصب مشروب لجول، وبتأمر فيك انه ياخد المشروب ده ويوديه لجول، وبتبقى عايزه تستفزه اكتر بتصرفاتها دي، وبتسيبهم مع بعض شويه. وبيروح فعلا فيك لجول اللي بيقول له ان المفروض يعتذر له. فبيستغرب فيك وبيقول له اعتذر لك ليه؟ انا فعلا قتلت مارتن. وبيتخض جول من الكلام ده وبيحس انه حقيقي. فبيضع فيك حبل افكاره وبيقول له الاوبر بتاعه وصل. فبيستغرب جول لانه ما طلبش اي تاكسي، فبيقول له انا اللي طلبته لك، وبيطرده يعني بالادب. وتاني يوم بيبقى فيك وميليندا معزومين عند ماري صديقتهم، وبيبقى كل اصحابهم متجمعين، ومن ضمنهم ليندي واللي بيكون جوزها مخرج وكاتب سيناريو، وبيتكلم عن نفسه وعن اعماله. فبتقول له ميليندا بتقول له ان جوزها مخترع، وان اخترع حاجه كده زي شريحه بتبقى في الطياره اللي بتطير بدون طيار. وبنعرف ان فيك مهندس ومخترع وغني جدا، وبيبان انه عبقري. وبيساله الكاتب ده عن اسمه، ولما بيعرف انه فيك بيقول له انا اعرفك كويس قوي، انت فيك اللي قتلت مارتن. فبيضحكوا كلهم وبيقولوا له انها كانت نكته سخيفه، لكن بيبقى واضح ان الكاتب ده مش مرتاح لفيك. وبعدها بيبقى فيك مع ليندي وبيعرض عليها انهم يرقصوا سوا، وده عشان يخلي ماليندا تغير عليه. وبيرقصوا مع بعض فعلا، وبتتضايق ماليندا لانها ما كانتش تعرف اصلا ان فيك بيرقص. وفي اثناء رجوعهم للبيت بتتخانق مع ماليندا عشان رقص مع صاحبته. وتاني يوم واثناء ما بيودوا بنتهم تمرين للكوره بتيجي لفيك مكالمه وبتبقى من البنك، واللي بيبلغوه ان مراته حولت لشخص اسمه تشارلز مبلغ $3000، لكن لان حسابهم مش مغطي التكلفه دي فعشان كده هم بيكلموه. فبيسالهم فيك عن سبب التحويل ده، وبيقولوا له انها لدروس بيانو. وبيعرف منهم فيك اسم مدرس البيانو اللي اسمه تشارلز ده بالكامل. وبيفضل بعدها يدور في كل القاعات والمطاعم عن شخص اسمه تشارلز عازف بيانو، وفعلا بيلاقيه. واثناء العزف بيشوف مراته وهي جايه تسلم على تشارلز وبتقعد جنبه، وبيتضايق فيك وبيعرف ان ده صديق مراته الجديد. وبيرجع بعدها البيت متاخر وبيلاقي ماليندا لسه جايه من بره. فبيسالها عن المكان اللي كانت فيه، فبتقول له انها كانت بتتعشى مع واحد صديقها وانها مش فاكره ايه اللي حصل بعد كده، لكنها كانت مستمتعه جدا وبتكون شاربه ومش في وعيها. وبيبقى فيك سمع في الاخبار عن اكتشاف جثه صديقها مارتن، وبيقول لها على الخبر ده. فبتتصدم ماليندا جدا وبيقول لها فيك انه اسف على موت صديقها. فبتبص له كده وبتقول له انه مش اسف. لا يعني انا مش فاهمه، هو المفروض كمان يكون حزين على موت صديقها او ممكن تكون هي شاكه فيه. وبيفضل فيك بعد كده يحضر حفلات لتشارلز مع اصحابه، وبيقول لهم ان ده مدرس البيانو الجديد بتاع ماليندا مراته. وبيبصوا له اصحابه وبيبقوا فاهمين ان ده صاحب ماليندا الجديد، وبيبان انهم زعلانين على صاحبهم جدا. وفي يوم بيشوف فيك تشارلز بالصدفه في الشارع وهو معاه ورد، ولما بيروح البيت بيلاقي الورد ده على ترابيزه السفره بتاعته. فبيتعصب جدا وبيرمي الورد في صندوق الزباله. في وقت متاخر جدا بيبقى فيك مستني ماليندا ترجع، بس بينام وبتكون لسه هي ما رجعتش من بره. وفي الصبح بترجع ماليندا اخيرا، وبيسالها فيك عن سبب تاخرها، فبتقول له انها مش عايزه تقول. فبيسالها عن الفلوس اللي حولتها لتشارلز، فبتقول له برضه انها مش عايزه تقول. فبتخانق معاها وبيواجهها اخيرا بخيانتها. فبتقول له اخيرا بقى عندك شويه احساس وبتسالني، وبتساله لو كان حابب يطلقها. فبيقول لها انه مش هيطلقها لكنه هيعرف ازاي يسيطر عليها. وتاني يوم بيبقوا عند ماري صاحبتهم اللي بتكون عامله حفله تانية في بيتها، وبتعزم ماليندا صديقها الجديد تشارلز على الحفله دي. وبيعزف تشارلز على البيانو في الحفله، بتبقى ماليندا مبسوطه جدا وبتفضل ترقص وتغني وتجذب الانتباه ليها. وبيكون فيك متعصب جدا من حركاتها دي، لكن بيعمل نفسه مش متضايق. وبالليل بيكونوا لسه في الحفله وبتختفي ماليندا وتشارلز، وبيسال فيك باقي اصدقائه عنها، فبيقولوا له انها في الاوضه اللي فوق. ولما بيطلع فيك بيبان انه خايف يشوف مراته مع تشارلز، وللاسف بيشوف فيك ماليندا وتشارلز وهم خارجين من الاوضه مع بعض. فبيكتم غضبه وبينزل حمام السباحه، وبيفضل فيك يفكر في خيانتها دي. وفي حمام السباحه
السباحة بيفضل فيك مراقب تصرفات مراته مع تشارلز، وبيبقى شكله وحش قوي قدام كل الموجودين. وفجأة الدنيا بتمطر فكل الموجودين بيدخلوا لجوه ما عدا فيك وتشارلز. وفي المشهد اللي بعده بيدخل فيك البيت بعد ما غير هدومه، وتكون ماليندا وصديقة تانية ليهم بيعملوا كوكيز. لكن بعد شوية بتفضل ماليندا تدور على صديقة تشارلز اللي بتكتشف بعد كده انه عايم في حمام السباحة وبيبان انه مات. وبتصوت ماليندا فبينزل كل اللي في البيت لحمام السباحة عشان يلحقوا تشارلز. وبيحاول فيك وكل الموجودين انهم ينعشوا تشارلز، وبتبقى ماليندا منهارة من العياط، وبيحاول صحابها انهم يهدوها. وبعدها بتوصل الشرطة اللي بتحقق مع كل واحد فيهم، وتقول ماليندا للشرطة ان جوزها فيك هو اللي قتل تشارلز. لكن كل اصحابهم بيقولوا ان الكلام ده مش حقيقي، وانه فيك كان معاهم وهما بيحضروا الكوكيز، ومستحيل يلحق يقتل تشارلز. وبيبقى جوز ليندي الكاتب هو الوحيد اللي شاكك في فيك. وبتحقق الشرطة مع فيك وبيكونوا شاكين انه قتل تشارلز لان مراته على علاقة معاه، لكن بيبقى كل اصحابه مشاهدين انه كان معاهم. وبتبقى الشرطة ما عندهاش اي دليل ضده او ضد اي حد تاني. وبتقفل التحقيق ان تشارلز كان سكران واغمى عليه في حمام السباحة ومات. وبعدها بيروح كل واحد لبيته، وبتفضل ماليندا تتخانق مع فيك في العربية وتضرب فيه، وبتبقى متهماه بقتل تشارلز. وبيبقى فيك كالعادة ساكت. وفي تاني يوم بيسأل فيك ماليندا لو هي عايزة تتطلق منه لانه قاتل، فبتقول له انها مش خايفة منه لانها عارفة انها الدافع اللي بيخليه يقتل. وبيكون فيك متعود كل يوم يركب عجلته ويفكر في كل حاجة عملها، وفي الوقت ده بيفكر في يوم موت تشارلز. وبنكتشف ان هو فعلا اللي قتله. وفجأة بيشوف فيك عربية واقفة وبيشك انها بتراقبه، وبيتأكد لما بيشوف العربية اكتر من مرة بتراقبه او ماشية وراه. وفي يوم بيلاقي فيك نفس العربية دي اللي بتراقبه راكنة قدام مطعم، فبيبص فيك جوه العربية دي وبيلاقي جواها كاميرا تصوير، وبيعرف ان صاحب العربية دي محقق خاص واللي بيبقى وظيفته انه ياخد فلوس عشان يراقب الناس. وبيدخل فيك المطعم اللي العربية راكنة قدامه، وبيشوف ماليندا مراته وهي قاعدة مع صاحب العربية، فبيسألها هو ده مين، فبتقول له ماليندا انه معالج نفسي. وبيبقى فيك عارف انها بتكذب، وبيسأله لو مراته عندها انفصام في الشخصية، فبيضحك المحقق وبيقول لفيك ان هما الاتنين محتاجين علاج نفسي. وبيقوم فيك عشان يمشي، بس قبل ما يمشي بيطلب من المحقق الكارت الخاص بتاعه على اساس يعني كارت العيادة بتاعته عشان لو محتاج علاج نفسي. فبيقول له المحقق انه نسيهم في البيت. وبيمشي بعد كده فيك وبيتصل بالبنك عشان يتأكد من اخر تحويلات عملتها مراته، فبيعرف انها حولت $700 لحساب صديقهم الكاتب. فبيقرر فيك انه يروح للكاتب ده البيت، وبيسأل فيك الكاتب عن المحقق الخاص اللي عينه مع مراته ماليندا عشان يراقبه. لكن الكاتب بينكر اي علاقة ليه بالموضوع ده. لكن فيك بيقول له انه عنده دليل ان مراته حولت له $700 وان اكيد دي فلوس تعيين المحقق الخاص. وبتتخانق مرات الكاتب معاه لانها بتكون اصلا صديقة لفيك، وبتزعق مع جوزها اللي بيتدخل في حياة فيك. وبيسيبهم فيك على الحال ده وبيمشي. وبالليل بيسمع فيك ماليندا وهي بتتكلم مع واحد جديد في التليفون، وبنعرف انه من البرازيل. وبيسمعها فيك وهي بتقول له انها بتحبه وانها نفسها تسافر له البرازيل. وبيبقى فيك سامعها ومتعصب جدا وكاتم غضبه كالعاده. وفي تاني يوم بيشوف فيك ماليندا وهي خارجه مع صاحبها ده واللي بيكون اسمه توني، وبتعزمه كمان ماليندا عندهم في البيت. وبتقول له قدام فيك ان توني يبقى الاكس بتاعها قبل ما تتجوزوا يعني. وبيفضل توني يتكلم عن شغله واللي بيكون شغال مهندس مدني. وفي يوم بيشوف فيك توني وهو في الشارع، فبيوقفه وبيقول له ان ماليندا بتحاول تكلمه لكنها مش عارفه توصل له. وبيقول له ان ماليندا عندها قطعه ارض عايزه تعرضها عليه بما انه يعني مهندس. وفعلا توني بيركب مع فيك العربيه عشان يروح يشوفوا الارض اللي المفروض ماليندا مستنياهم عندها. وبيفضل فيك طول الطريق يسال توني عن علاقته بماليندا وليه سابوا بعض زمان. وبيبان انه غضبان جدا وبيسوق بسرعه جنونيه لحد ما بيوصل لغابه. وبيبقى توني مرعوب وبيحاول يرن على ماليندا لكن ما بيكونش في شبكه. وبيفضلوا ماشيين بالعربيه جوه الغابه مسافه طويله، وبيبقى توني قلقان. واخيرا فيك بيقول له انهم وصلوا. وبينزل توني من العربيه وورا فيك اللي فجاه بيمسك طوبه وبيرميها على توني اللي بتعوره. وقبل ما يستوعب توني في ايه بيلاقي فيك ماسك طوبه كبيره ونازل بيها على دماغه بكل قوه. فبيقع توني من فوق التله وبيفضل يتدحرج كده لحد ما بيقع وبيموت. وبينزل فيك وراه عشان يتاكد انه مات، وبياخد محفظته وبيقلعه حزامه وبيربط بيه جثه توني وفوقيها طوبه كبيره، وبيرمي بعد كده الجثه في النهر. وبيمشي فيك بعد ما تخلص من الجثه وبيبان انه مبسوط لدرجه انه بيروح البيت وبيخلي بنته الصغيره تشرب معاه. وبتبقى ماليندا مستغربه من السعاده دي اللي هو فيها، وبيقول لها انه بيحتفل بس بالحياه. وبيفضل فيك يسال ماليندا لو بتكلم توني، فبتقول له انه اختفى من يومين، وبيبان انها عارفه انه السبب في الاختفاءات الغريبه دي بس ما بتكونش يعني متاكده. وتاني يوم بتطلب تريسكي بنتهم من ماليندا وفيك انهم يعملوا بيكنيك في الغابه، وماليندا بتتحمس جدا للفكره دي فبيضطر فيك انه يروح معاهم. واثناء وجودهم في الغابه بيبقوا قريبين من النهر اللي هو رمى فيه الجثه، واللي اول ما بيقرب من النهر بيشوف فيه الجثه بتاعه توني وهي طايفه، فبيخاف جدا وبيمشي مع ماليندا وتريسكي بنتهم قبل ما ياخدوا بالهم من اي حاجه. وفي البيت بيسمع فيك ماليندا وهي بتتكلم مع حد غريب في
التليفون، فبيسألها لو ده توني، فبتقول له لا ان ده صديق جديد ليها واللي بيكون اسمه دون. وبيتضايق فيك واللي بيكون عارف انه هيضطر كده يقتل واحد جديد، وتبقى ميليندا نسيت الوشاح بتاعها في الغابة، فبيقول فيك انه هيروح عشان يجيبه لها، وبيكون طبعا عايز يرجع عشان يخفي جثة توني كويس. وبينزل فيك النهر وبيبقى بيحاول يزق جثة توني بالعصاية للداخل، وفجأة بيظهر الكاتب واللي بيكون شاكك في فيك وبيراقبه، ويسأل الكاتب فيك عن اللي بيعمله في النهر، فبيقول انه كان بيدور على الوشاح بتاع مراته، وبيبقى الكاتب اصلا مع الوشاح، وبيبقى مستغرب انه بيدور على الوشاح في النهر مش على العشب. وبينزل الكاتب عشان يقف مع فيك، وفجأة بتظهر جثة توني وبيشوف الكاتب واللي بيترعب وبيتخض وبيطلع جري، وبيركب عربيته بسرعة عشان يبلغ عن فيك، وبيحاول فيك يلحقه بس بيكون راكب عجلة وبيكون صعب طبعا انه يلحقه. وفي نفس الوقت بتبقى ميليندا بتدور على فيك، وبتدخل المكان الخاص بيه اللي بيحتفظ بيه بالحلزونات بتاعته، وبالصدفة بتشوف محفظة توني وبتفهم ان جوزها هو اللي قتله، وهو اللي قتل كل الرجالة اللي هي بتعرفهم. فبتترعب وبتلم شنطة هدومها وبتقرر ان هي تهرب مع بنتها، لكن بنتها تريسكي بتاخد الشنطة بتاعتها وبتاعت مامتها وبترميها في حمام السباحة، وبتقول لمامتها انها مش عايزة تمشي ومش عايزة تسيب ابوها. وبنرجع تاني لفيك اللي بيحاول ياخد طريق مختصر عشان يلحق بعربية الكاتب، وبيفقد الكاتب السيطرة على العربية وهو بيحاول يكتب رسالة لمراته اللي ما كانتش مصدقة ان صديقها فيك قاتل. وفجأة بيرمي فيك نفسه قدام العربية، فبيفقد الكاتب السيطرة على العربية تماما، بينجرف وبيقع من فوق الجبل وبيموت. وبيروح فيك البيت وبيلاقي ميليندا مستنياه وبتقول له انها شافت توني، وبتبتسم له ابتسامة غريبة وبتطلع اوضتها. وفي اخر مشهد بنعرف ان ميليندا حرقت المحفظة بتاعت توني اللي كانت لقيتها، وقررت انها تستسلم وتفضل عايشة مع فيك طول عمرها رغم اللي عرفته عنه. وبس كده بيخلص فيلم النهارده. قولوا لي يعني الفيلم غريب جدا بصراحة، كل الشخصيات فيه غريبة ومريبة. انا مش فاهمة هو بقى سايكو عشان مراته بتخونه ولا مراته بتخونه عشان هو بارد وسايكو، بس يعني في كلا الحالتين الموضوع غريب جدا. كان ممكن يسيبها وياخد بنته ويعيش حياته، بس هو قرر بقى ان هو يأذي نفسه ويأذي اشخاص تانية معاه. وبس كده بيخلص فيلم النهارده. انا هاجر ودي قناتي، ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك ورشحونا لاصحابكم، وما تنسوش تقولوا لي رأيكم في الفيلم في الكومنتات. سلام.